الهلال تعافي من إصابته بشكل تام والعودة للمشاركة في مباريات فريقه بالفترة المقبل، تعرض متروفيتش للإصابة خلال مباراة الهلال والشباب في الدوري والتي جرت يوم 30 مارس الماضي، وتم تحديد فترة علاجه وتأهيله لتمتد ل6 أسابيع كشف نادي الهلال في 4 أبريل الجاري. أن لاعبه الصربي متروفيتش سيكمل برنامجه في عيادة متخصصة ببلاده. وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن متروفيتش قد يبدأ برنامج التأهيل من إصابته في العضلة الخلفية للفخذ يوم غد الاثنين. وخاض متروفيتش 39 مباراة بقميص الهلال السعودي هذا الموسم بكافة المسابقات، وقد سجل اللاعب الصربي 33 هدفا وصنع 8 تمريرات حاسمة لزملائه. ويبتعد متروفيتش تماما عن حسابات الجهاز الفني لفريق الهلال أمام العين الإماراتي في مواجهة إياب دور نصف نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا، والمقرر لها الثلاثاء المقبل. ويلعب فريق الهلال ضد العين على استاد المملكة أرينا في الرياض بعد أن خسر لقاء الذهاب في الإمارات بنتيجة 4-2.